السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعيد أضحى مبارك على جميع أمة محمد وعلينا وعليكم أجمعين. طبعا كلنا شفنا صفقة تقديم زيزو، الإعلان اللي نزل على الساعة 4 الظهر. طبعا يعني عايز أقول لك كمية شياط وحرقان وعويل وصويت ولطم خدود، ولا كأنهم الشيعة بتوع يا يا علي يا علي يا علي، لا دول بقى يا زيزو يا زيزو يا خاين يا ابن كذا يا بالونة يا مش عارف ايه. بجد يا جماعة شابوه كابتن الخطيب. كابتن الخطيب وإدارة النادي الأهلي أثبتت حاجة، إن أنا أقدر دلوقتي أخش جوه بق الأسد وآخد منه اللي أنا عايزه. الزملكاويه بتقول لي يا عم انت ما طلعتش اتكلمت على نهائي الكاس. قلت له يا باشا ما انا عارف انها امبارح مسرحيه. انت واللي يضحكك اكتر ان بعد فوز الزمالك بالكاس بنص ساعه بيراميدز هناه. شغل بقى كده حريم بقى وعوالم وشغل ضيق وبتاع وشغل رق وطبله ورق والكلام ده، هق ومق وطبله ورق زي ما بيقولوا. بس انا مش جاي بقى عشان ايه اقعد اركب الموجه واوه وزيزو والحراق وبتاع. ده احنا عارفين يا جماعه ان زيزو مضى اصلا من شهر واحد، من فتره اللي يحق فيها اللاعب التعاقد، من اللي هي فتره القيد اللي هي الفري. وما يقدرش اي نادي، ما يقدرش اي نادي يوقفه. والزمالك قاعد يقول لك وانا مالي وانا مالي، زي ما الست اللي ورايا قاعده بتغني اهو. اتفضل يا عم، وانا مالي وانا مالي، ما علينا. انت الزمالك قول لي بس، انت ايه المغري ان انا هروح عندك؟ يعني حتى في بيراميدز. ونرجع بس عشان عايز ارجع بس عشان لما حصل ان رمضان صبحي الطموح سابنا ومشي، وقال لك طموح ومش طموح، والزمالكاوي يقول لك ايه يا عم ما تسيبوه، ما ده احتراف. طب ما زيزو برضه احتراف يا جماعه، ولا زيزو بتاع لب وبطاطا؟ قمه الازدواجيه في المعايير مع الزملكاويه. ما تحاولش تفهم. واحد يقول لك انت لو فضلت كنت مع الزمالك كنت هتبقى الاسطوره القادمه بعد شيكابالا. شيكابالا خد دوري ابطال افريقيا، كان نفسه. شيكابالا وصل 2 نهائي افريقيا وخسرهم. ايه الواد هيفضل ياخد كونفدراليه؟ وخد كونفدراليه. هو وشيكابالا خدوا كونفدراليه، مش مره مرتين. طب وبعدين يا جدعان؟ وليه الزمالك يعني انا شايف ان صفقه زيزو دي صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، تبين قد ايه ان انت الاهلي خلاص. احنا شويه شويه خلاص هنيجي ناخد الراجل اللي هنا عندنا في المهندسين ولا مؤاخذه، اللي معاه الشعار والسهم. ده هم امبارح حتى مصطفى محمد كان قاعد على الدكه، وانا عايز افهم ليه مصطفى محمد موجود على الدكه في ماتش زي ده. ما علينا يا عم، ملناش دعوه. كلها بقت بتقضيها مجاملات للزمالك وبيراميدز الحليف الجديد. بس عادي، الناس نرجع يقول لك انت ليه يا عم اتكلمت على بيراميدز وبتاع بس ده نهائي افريقيا زي نهائي تشامبيونز ليج. حتى لو انا بشجع مثلا ليفربول ريال مدريد، بس لازم انا اجي اتكلم واقول تحليل عن الماتش. ما علينا. طبعا روبيرو قال لك انا احتمال زيزو ما يلحقش ماتش باتشوكا اللي هو اللي جاي، وممكن ما يشاركش اول ماتش في انتر ميامي، ممكن يشارك ماتش بالميراس وبورتو. انا كل اللي هاممني ان كان الزملكاويه همهم الاكبر ان زيزو ما يلعبش كاس عالم للانديه. يا راجل ده امام سابكو خد معانا افريقيا، وسجل جون قبلها في كاس العالم للانديه، وخد برونزيه. ما تقوليش ان انت انا نادي كبير وتلاقي واحد زي سانتانا ولا سانتي طالع يقول لك رغم المصاعب ورغم مش عارف ايه ولا كلام الهمبكه، وكابتن فيفي كونفوشيوس رغم المصاعب واذا تجربتك نجحت انا هاجي اشتريها. لا، هي مش لو تجربتي نجحت هشتريها. انا القيمه السوقيه بتاعت النادي الاهلي 45 مليون جنيه دولار. دي القيمه السوقيه بتاعت الفريق واللعيبه، قلتها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت او اللي فاتت. انت قيمتك السوقيه كام؟ 14 مليون. بيراميدز خد مكانك حرفيا. بيراميدز دلوقتي بقى بيمن عليك. انا هسيب لك ماشي الكاس، يلا مش مشكله، انا خدت الكاس ده قبل كده. والله بص، يعني انا كاهلاوي
اتمنى ان زيزو ينخرط في منظومه الاهلي زي ما امام عاشور انخرط فيها. وان شاء الله يا زيزو ان شاء الله تحقق مع الاهلي افريقيا جنب اخواتك الثلاثي برضو، امام وبن شرقي وعاشور. ومبروك، وان شاء الله ربنا يكرم. واستنونا بقى في حلقة كده هيبقى في تحليل بين ماتش الاهلي وانتر ميامي ومفاتيح اللعب. حاجة بس بسيطة، والنبي يا عم قفشة ابوس ايدك ما تقولش تصريحات عن ميسي، عشان ده لو اترجم له الكلام هيرجع روحه بتاع برشلونة. فده ميسي يابا، الله يرضى عنك. وما تقولوش جاي لك يا ميسي، ده مش في شمس الزناتي جاي لك يا عم شمس، الله يرضى عنك. اهدى كده يا عم قفشة، يعني خليها تمشي طيبة. السلام عليكم.